السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله ألا بذكر تطمئن القلوب. ما شاء الله يا بنات عاملين غدوة حلوة وبسيطة وسهلة وعلى قد الإيد. عاملين كبدة وعاملين مكرونة، كان عندي بتنجان مخلل طلعته كده من اللزوم بقى الطبق الحلو دوت. وما شاء الله أكلتنا النهاردة سهلة. وما شاء الله يا بنات طريقة الكبدة دي تحفة، اعتمدوها هتعجبكم جدا. ولزوم الفرادة عملنا عصير فراولة ساقع بقى كده مشبر. يلا كده نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. شجعيني بلايك، اعملوا متابعة على القناة عشان يوصلك كل جديد. معايا المطحنة بتاعة الخلاط هنزل فيهم بقرنين فلفل سبايسي، وده حسب الراحة يا بنات، حسب اختيارك انت. تمام. انا ما عنديش هريسه فلفل اخضر، انا عندي حمرا. فرمت كده قرنين فلفل ناعم يا بنات، عشان انا مش بحب الحاجه كده مجروشه في قلب الاكل او بتبان في في الاكل لما تكون ناعمه كده او بتبقى جميله. تمام يا بنات. هنزل كده بالمعلقتين الفلفل السبايسي بتاعي اللي هي الشطه الخضراء. تمام يا بنات. وهنزل معلقه هريسه حمراء، وهنزل معلقه توم يا بنات. التتبيله دي يا بنات بتاعت الكبده ما شاء الله اللهم بارك، تحفه يا بنات، جربيها هتعجبك جدا. معايا ليمونه كبيره هعصرها كده يا بنات زي ما انتم شايفين. ومعايا الخل بتاعي احط انزل بشويه خل زي ما انتم شايفين كده. ومعايا البهارات بتاعتي يا بنات ما شاء الله، هنزل لكم الطريقه بتاعتها او المكونات بتاعتها، تحفه بتودي الاكل في حته تانية. ومعايا ملح الابيض بتاعي. تمام يا بنات. هبدا اقلب بقى التتبيله بتاعتي دي كلها او الخلطه بتاعتي كلها تقليب حلو كده. ما شاء الله يا بنات هي كده كده ما شاء الله طعمها تحفه وريحتها جميله، وبالذات البهارات اللي انا عاملاها دي. هجيب بقى الكبده بتاعتي يا بنات، انا حطيت كبده وحطيتها في مصفى وخليتها تصفي من الدم بتاعها. انا عامه ما بشطفهاش الكبده، مش بتتشطف. تمام يا بنات. ومقطعاها كده شرايح صغيرة. هنزل معلقة كبيرة كده من التتبيلة دي على الكبدة وأتبلها وهركنها. تمام كده. تعالي بقى على النار يا بنات، معايا كده معلقتين زيت، ومعايا الدهنة بتاعتي أو اللي هي بتيجي مع الكبدة. تمام كده. هاخد منها قطعة كده واقطعها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين، وهديها تشويحة لحد بس لونها كده ما يصفر وتنزل قدام معايا. تمام كده يا بنات. تعالوا بقى كده التتبيلة بتاعتي هنزل معلقة حلوة كبيرة كده مغرمية مليانة زي ما انتم شايفين، واديها تشويحة مع الزيت بقى والدهنه او الليه بتاعتي تشويحه حلوه كده حتى تطلع الريحه بتاعتي. ما شاء الله يا بنات الريحه جباره. جبت الكبده بتاعتي يا بنات زي ما انتم شايفين انا متبلاها بنفس التتبيله، وهنزل بيها كده على الليه بتاعتي، وابدا كده اشوح كل الكلام ده يا بنات في الكبده. ما بياخدش 7 دقايق. ما تخليش الكبده على النار كتير يا بنات، وهدي عليها النار عشان ما تشدش منك وتبقى مأستكه كده معاكي. تمام يا بنات. هديها تشويحه حلوه كده. اول ما تبدا تغير اللون بتاعها ايدي فيها زي ما انتم شايفين كده. الخلطه اللي عملتها يا بنات خدت معلقه كبيره للكبده قبل ما احطها في الطاسه، خدت معلقه في الطاسه شوحتها مع الزيت والليه بتاعتي. تمام. ومعلقه تاني هنزل بيها وانا بشوح كده الكبده. وما شاء الله يا بنات مخليه ريحتها خطيره. ما شاء الله اللهم بارك. تقدري بقى تعملي مكرونه، تجيبي فينو تجيبي جزر مع سلطه الطحينه، ما شاء الله تنفع غدا تنفع عشاء. ما شاء الله جميله وسهله واقتصاديه وعلى قد الايد. هاتي بقى الكميه اللي انت عايزاها، ده كده نص كيلو معايا يا بنات. انا عملت جنبه كيس مكرونه كده، طبعا المكرونه عارفين الطريقه بتاعتها. وزي ما انتم شايفين كده ابدا اقلب كده الكبده بتاعتي انا موطيه عليها يا بنات زي ما انتم شايفين، مش عايزاها تشد معايا. تمام. زي ما انتم شايفين كده جبت الخلطه بتاعته، وهبدا انزل كده بمعلقتين تاني كبار. بعدها كده يا بنات تشويحه على طول وارفعها من على النار عشان ما تشدش معايا وتأستك، يبقى طعمها مش حلو. تمام يا بنات. بصوا اقلبها بقى كده. ما شاء الله على الريحه، اللهم بارك. الريحه بتاعتها تحفه يا بنات جميله، اللهم بارك. تمام يا بنات. قلبتها زي ما انتم شايفين كده اهوت. تمام. بتشرب بقى الصوص كده اللي موجود في قلب الطاسه بتاعي. وما شاء الله ريحتها خطيره، جربيها وهتعجبك جدا. تمام كده يا بنات. شوحتها زي ما انتم شايفين كده اهوت. كده خلصتها انا كده ايه بختبرها معاكم. ما شاء الله طعمها حلو أوي، بس عايزه شويه ملح. هنزل بشويه ملح كده ابيض كمان. تمام. عشان اظبطها واظبط الطعم بتاعها. تمام. هقلبها كده خلاص يا بنات. ما شاء الله ما شاء الله كده خلصت وبقت معايا زي الفل. عاملين مكرونه يا بنات جنبها زي ما انتم شايفين. وتعالي بقى دوقي احلى طريقه كبده ما شاء الله جميله وبتنكل مخلي كنت عاملاه. ما شاء الله. اتفضلوا معانا. خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. لايك وشير لو عجبكم.